لهذه المعلمة الرياضية هنا بالمركب الرياضي محمد السادس، حيث يستضيف المنتخب الوطني المغربي خصمه في هذه المواجهة المنتخب الروماني. مباراة ودية إعدادية للتصفية المؤهلة للبطولة الإفريقية كأس أفريقيا، وأيضا الاستعداد للمشوار اللي نتمنوا كامل التوفيق للمنتخب الوطني لكأس العالم من جديد، كأس العالم كرة القدم المصغرة أو كرة القدم داخل القاعة إن صح التعبير. هذه التشكيله الاساسيه ديال المنتخب الوطني المغربي. غادي يدخلوا العناصر الوطنيه بعبد الكريم انبيه، يوسف جواد، سعد كنيه، وايضا سفيان مسرار، دون ان ننسى ادريس الرئيس الفني. باقي الاسماء على المستوى المشتركه الخاصه بالسيدات او بالذكور دائما مجموعه من الاسماء الاخرى واعيين بها وقادرين انهم يحققوا نتيجه ايجابيه. كره ممتازه، محاوله من الجهه اليسرى، الطريقه ديال بناء العمليه الهجوميه من جانب المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا ذلك علاش لا المسرار مره اخرى كينطلق تصويبه مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب الوطني المغربي. كره مره اخرى عمليه واضحه، المخالفه عمليه جميله وجيده، وكيطالب بالبطاقه لانه يوسف جواد المراقب بالمرمى. سعد كنيه كينطلق، سعد كنيه يصوب، ولكن الانطلاقه الهجوميه من الجهه اليمنى، تصويبه بهذا الشكل هذا الى خارج الخط الخلفي امام منتخب مصنف رقم 8 عالميا. بالتالي هذه امور كيمو بالجسم ديالو. عمليه هجوميه، تصويبه، والحارس كيتمكن من صد هذه الكره. منتخب وطني مغربي داخل حضور المترابطات الصغيره. المنتخب الروماني راجع الخلف، كره اماميه مسرار كذا. الحارس بوريت، الحارس كيدخل اماميه، كاين خطا الى الميدان. وهدف اول في مباراه اليوم، هدف اول ياتي بشكل جيد وبصوره جيده من جانب اللاعب محمد كمال يضع الكره في المرمى، معلنا عن بدايه لتسجيل الاهداف سواء من اوروبا او امريكا الجنوبيه. المنتخب الروماني ضائعه على اعتبار ان هنالك تدخل كالاس يونايتد. كره ممتازه، محمد كمال كذا يضع الكره في المرمى. هي هامه جدا خلق انسجام ما بين هذه العناصر. كاين خطا واضح، الخطا امزال ساقط على ارضيه امزال. تمريره بومزو، تصويبه، ولكن ارتأت الكره ديالو اماميه، امكانيه ديال مرور، ولكن كيقول بان يوسف جواد اللي كانت عمليه على المستوى. محاوله للتصويب، تصويبه، كيجي الهدف. منتخب الروماني يسجل هدف التعادل. كيف قلت اخطاء يعني خاصه الكرات اللي كتكون قريبه وثابته بهذا الشكل هذا كتكون نوعا ما صعبه تخلي نشوفوا اهداف، خاصه هذه عمليه هجوم. هذه كره من مسرار هيئ نفسه، صواب، ولكن مشات بعيده بعض الشيء الى خارج الخط الخلفي للملعب. كيتحرك تماس، تنفذ بهذا الشكل مباشره الى خارج الخط الخلفي للجواد. يوسف جواد، جهه اليسرى الرئيس فني، عمليه هجوميه، محاوله مره اخرى، فرصه جميل، حاله دون ذلك. هذه كره اماميه، ومحاوله جميله كان بالإسرار، رجعت عند بومزو يصوب، وكره محمد كمال تصويبه. حارس كيتمكن من الحصول على الغلبه العدديه. هدف جميل. من السلبيات ديال الخطه ديال اللاعب الطائر هو ان المرمى كتبقى فارغه. بومزو كان قراها بشكل ممتاز، وضع الكره في المرمى، ولاحظوا يعني من خط على منتصف كيوضع الكره في المرمى، لان جوج ديال الاستثمار من محمد كمال. تحضير خارج، كره اماميه مباشره بهذا الشكل هذا وبهذه الطريقه ديال الكره اماميه تجاه يوسف جواد، ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي. رئيس فني، ممتازه. هدف ثالث، إدريس رئيس فني يسجل الهدف
الهدف منتخب الروماني في الشوط الاول. كره محاوله هجمه بنفس الطريقه ولكن بعيده بعض الشيء. محاوله ممتاز يوسف جواد ممتاز. والهدف ببراعه يوسف جواد يمتع اليوم، يضع الكره في المرمى، يعلن عن هدف اخر، يعلن عن الهدف الرابع. الطريقه اللي جاب بها الهدف، لاحظوا مجهود فردي مشى بجهدي من الامور اللي كتخلينا اننا نفتخروا به كاطار وطني. كره اماميه، فرصه ديال هاد اللاعبين هادو اللي تمكنوا من التسجيل في المقابله ديال اليوم. صويبه الى خارج الخط، يقدم مشوار طيب. كره اماميه، محاوله بيد الروماني، بدا كيستسلم المنتخب الاقوى واللي فارض. لعب الكره ديالو محمد كمال امزال كيلعب كره اماميه جميله. كره ضاعت، رجعت للمنتخب الروماني. صويبه كانت رئيس فني. الرئيس محاوله اليمنى في الوسط، عمليه هجوميه، فرصه ديال لصالح المنتخب الوطني المغربي. هدف خامس بطريقه جميله من لاعب انس دحاني، لاعب شباب محمديه. هذا هو الاسلوب، هذه الطريقه اللي يرغب فيها المدرب هشام تكيك. 5 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. بومزو امزال يصوب الحارس. لاحظوا هنا كرة لعبات، هذه كانت خطيرة مباشرة إلى خارج الخط. منتخب الوطني المغربي يوسف جواد، هذه فرصة ولكن ما كملاتش. مسرار لبوريط لمحمد كمال، تمريرة جميلة. مسرار كان بإمكانه أن يستثمر الكرة الماضية، صراحة لعب الكرة بشكل ممتاز، كان بإمكانه أن بناء العملية الهجومية. الآن رومانيا، جهة اليسرى، عرض رائع جدا. تمريره جميله من يوسف جواد لادريس رئيس فني ماذا يفعل؟ والهدف، هدف مهم من ادريس رئيس فني بطريقه فنيه يسجل الهدف السادس. 6 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. نتيجه جيده جدا، وراحه كتشوفوا